بقى يا فندم، حضرتك عايز الباقة السيلفر ولا الباقة الجولد ولا تاخد الدايموند؟ انت المفروض تشكل شغلك على حسب الكلاينت اللي معاك، مش على حسب الباقات اللي انت بتعملها. يعني ما ينفعش بعد ما تقعد تتكلم مع الكلاينت وتاخد منه البريف تقول له ها بقى يا فندم، حضرتك عايز الباقة السيلفر ولا الباقة الجولد ولا تاخد الدايموند؟ بعد ما بتاخد البريف من الكلاينت بتبتدي تشوف البيزنس نيد بتاعته ايه، هو محتاج ايه، الجول اللي عايز يوصل له هو ايه. بعدها بتشوف نوع الكونتنت اللي انت هتقدمه له شكله عامل ازاي، اذا كان فعلا كل اللي هو محتاجه ديزاينز على السوشيال ميديا وكابشنز وميديا باينج وتعمل له بلان وخلاص، ولا مثلا الجول بتاعه ده هيوصل له لو هو طلع اتكلم وشرح على السيرفيس بتاعته او على المنتج اللي هو بيبيعه، ولا اصلا الجول بتاعته مش محتاجه شغل كتير قوي على السوشيال ميديا ومحتاجه اكتر ان انت تركز على الويب سايت، او حتى ان انت مش محتاج تعمل له كامبينز على السوشيال ميديا وان الافضل ان هو يحط البادجت بتاعته في جوجل اد، او اساسا الديجيتال ماركتنج هو مش احسن حاجه يحط فيها كل جهوده وكل البادجت بتاعه في المرحله دي، وان هو محتاج يفتح ستور على ارض الواقع او ينزل ايفنتس. فركز العميل بتاعك عايز ايه وفصل له شغلك على حسب طلبه هو. كفايه باقات بقى.